بجد كل اللي اتفرج على مسلسل الهرشة السبعة لقى فيه موقف في حياته في المسلسل فعلا بيتكلم عن حكايات حصلت في الواقع، وكل واحدة فينا حست ان الموقف ده انا حصل لي، والكلام ده انا كنت عايزة اقوله، والكلام ده انا حصل لي فعلا، وكان المفروض ان انا اتصرف زي ما هي اتصرفت فعلا في المسلسل او في الموقف. حاجات كتير ومواقف كتير في المسلسل بيحكي عن ان هو بعد 7 سنين من الجواز بيحصل ان مثلا انت حصل لك ايه بعد 7 سنين، ايه اللي انت عملتيه في حياتك، ايه اللي انت انجزتيه في حياتك. انت كل اللي انت عملتيه كتربية عيال، انك بتاخدي بالك من البيت، لكن انت حياتك الشخصية او انت كيانك انت ما عملتيش حاجة فيه، او انت ما يعني ايه ما ظبطتيش حياتك الشخصية يعني لنفسك، كله للاولاد كله للزوج، لكن انت ما عملتيش حاجه لكيانك. لكن لما تيجي تتكلمي مع الشخص او مع زوجك ان انت عايزه تعملي حاجه لشخصك انت، او ان انت تحققي كيانك، بيتكلم لا انت مسؤوليتك مسؤوليه البيت بس، لكن حاجه تانية لا. وغير كده لما يجي يقولك انا بشتغل انا بصرف على البيت. طب ما كل الناس بتشتغل يا باشمهندس، يعني مش انت بس اللي بتشتغل، الناس كلها بتشتغل، وده وضع طبيعي من اول ما انت بدأت او خلصت دراستك وانت بتشتغل، وفي ناس كتير قبل الدراسة كمان بتشتغل. ففي رجالة نوعية من الرجالة فبتقولك لا انا عملت اللي عليا، ده اقصى ما عندي، ده هو ده اللي انا بعمله، هو ده شغلي، هو ده اللي انا اقدر اعمله. رجالة كتير بتقول كده وبتحسسك ان هي عملت انجاز ان هي شغاله وبتصرف على البيت. تمام، ده وانت مسؤوليتك مسؤوليه البيت، لكن انت بتيجي بعد 7 سنين بتحس ان انت ولا حاجه، ان انت ما حققتيش حاجه لكيانك ولمستقبلك شخصيا. يعني انت بس حققتي مستقبل للعيال ومستقبل ليه هو كبيت وكايه وكاسره، لكن انت نفسك بتحسي ان انت فاضيه من جوه، انك ما فيش حاجه، انك ولا حاجه. بالعكس احنا قبل الجواز كتير جدا مننا من البنات كانت حاسه لا بعد الجواز انا هعمل وهسوي وهاخد بالي من نفسي وهعمل لكياني وهفضى بقى، وان انا هبقى مركزه في حياتي وهعمل مستقبلي حاجه حلوه قوي. لكن بيجي بعد كده انت بتنشغلي في البيت والزوج وكل ده ومستقبل الاولاد. وكمان عايزه اقول في ناس كتير او بنات كتير بتدخل ازواجها في حياتها الشخصيه مع اصحابها او مع عائلتها. يعني بمعنى ان انت مثلا كلامك يبقى محدود مع جوزك، اذا كان مع حكاياتك على اصحابك او حكاياتك عن اهلك او مشاكلك او حتى حياتك مع اهلك، ممنوع انك تتكلمي. انت مجرد ان انت مثلا بتاخدي رايه بس، لو انت بتتكلمي في حاجات محدوده بتاخدي رايه بس، بعد كده عايزه افاجئك ان هو بياخد الموقف ده اللي حصل وبيجي يقول ايه لا ده هي اتعلمت من مثلا صاحبتها، لا ده صاحبتها اللي قالت لها، لا ده حصل ووصل، لا شوفي صاحبتك كانت عملت ايه، لا شوفي مثلا اهلك عملوا ايه، شوفي اختك عملت ايه. فانا عايزه اقول لك نصيحه جامده جدا ان انت ما تدخليش جوزك خالص في اي حاجه، في اي مشاكل او اي حكايات، اذا كانت حلوه او وحشه في حدود، اذا كانت حلوه او وحشه لجوزك، لان بياخد الموقف بعد كده بيستغله لصالحه. تمام. وعايزه اقول لك حاجه تانية برضو، في بنات كتير تيجي تقول لك هي بتبقى زعلانه من زوجها وبتقول لا انا مش زعلانه، وتيجي قدامه تقول لا انا مش زعلانه، بتتقمص بس بتتقمص جواها. بعد كده الموضوع ده بيعدي عادي، لو كان انت لو زعلتي اتفلقي بعد كده الزوج بيحس ان ده